لحد اللحظة دي الحياة البحرية كانت كلها رخويات، لا فقريات، وكائنات ما يعرفوش حاجة عن وجود عمود فقري. لكن فجأة بين 470 و 430 مليون سنة فاتوا ظهرت كائنات جديدة شكلها غريب شوية، جسمها متغطي بدرع ومفيش عندها فكين، بس كانت عندها حاجة مش عند حد قبلها: عمود فقري. ليه العمود الفقري كان اختراع عبقري؟ أولاً وفر دعم هيكلي للجسم، فما كانش الكائن محتاج يفضل عامل زي الجيل المتحرك. ثانياً ساعد في الحركة بكفاءة أعلى لأن الجسم بقى عنده هيكل يتحرك حواليه. ثالثاً وده الأهم، كان خطوة أساسية في تطور الكائنات اللي بعد كده هتمشي على الأرض. واحدة من أقدم الأسماك دي كانت الأوستراكوديرم اللي اتكلمنا عنها في أول الحلقة، ودي كانت بتعيش في المياه العذبة قبل ما تخرج للمحيطات. كانت عندها دروع عظيمة على جسمها علشان تحمي نفسها، لكنها كانت بدون فكين، فكانت بتتغذى عن طريق الامتصاص للأكل زي المكنسة الكهرباء. طب ليه ما كانش عندهم فكين؟ لأن الفكين وقتها ما كانوش لسه طلعوا. المخلوقات دي كانت بتعتمد على ترشيح المية من خلال خياشيمها علشان تستخلص منها الأكل، يعني كانوا أشبه بأسلاف الأسماك اللي بتتغذى بالترشيح زي أسماك القرش الحوت.